السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا مع بعض كده نشوف ايه ده بيتكلم ايه. نص معلوماتي: جسمي وعناصر الغذاء. جسمي وعناصر الغذاء. ايه يا مثل عناصر الغذاء دي؟ الاكل يا سنة تالتة اللي احنا بناكله بيبقى فيه عناصر غذائية بيمتصها الجسم، ويبدأ بقى يوزعها لجميع اجزاء الجسم. يبدأ بقى يوزعها لجميع اجزاء ايه الجسم. طيب زي ايه يا مثل؟ زي لما اقولك مثلا الشوكولاته. الشوكولاته دي بيبقى فيها ايه؟ فيها سكريات، والسكريات بيحتاج ليها الجسم. طيب الدجاج ده ايه العنصر الغذائي بتاعه؟ البروتين. لحوم يا سنة تالتة عامة كلها بروتين. اسماك، دجاج، لحوم، دي كلها ايه؟ بروتين. طيب الحبوب زي الارز والمكرونة نشويات. بقى انا عندي هنا يا سنة تالتة الهرم الغذائي بتاعي يبدأ من القاعدة لغاية لما بطلع لقمة الهرم. من القاعدة لغاية لما بطلع لقمة ايه؟ الهرم. أول حاجة في قاعدة الهرم يا سنة تالتة بنقول ايه؟ الخبز. جايب لي صورة الخبز، والخبز ده من النشويات اللي بيحتاج ليها الجسم. هنطلع درجة وهيبقى معانا الفواكه والخضروات. الفواكه والخضروات ودي بتبقى مليئة بالفيتامينات اللي بيحتاج ليها الجسم. نطلع للدرجة اللي فوقيها اللحوم والفراخ والأسماك، دي كلها بروتين يا سنة تالتة، بروتينات. نطلع واحدة كمان الألبان والبيض والجبن، دي كلها كالسيوم، فيها العنصر الغذائي بتاعه الكالسيوم. نطلع لقمة الهرم الحلوى، ودي السكريات. ودي ايه يا سنة تالتة؟ السكريات. يجي يقول لي صنف كده الأطعمة حسب المجموعات. بنقرا من القاعدة للقمة: نشويات، فيتامينات، بروتينات، كالسيوم، وسكريات. خبز، فواكه وخضروات، لحوم، جبن وبيض ولبن وحلويات. طيب الأرز هنا يا سنة تالتة حبوب. الصورة الأولانية دي صورة أرز، دي ايه؟ حبوب. طب والدجاج بروتين. الشوكولاتة والحلوى سكريات. يبقى انا هنا العناصر الغذائيه بتاعتي، يبقى الجسم بتاعي بيحتاج لمجموعه من العناصر الغذائيه زي البروتين، زي السكريات، زي الفيتامينات اللي بنلاقيها في الغذاء بتاعنا، وبيبدا الجسم يمتص العناصر دي من الغذاء اللي احنا بناكله ويوزعها لجميع اجزاء الجسم. زي ايه؟ مثلا العظام والاسنان دي محتاجه عنصر غذائي ايه؟ الكالسيوم. ويقدر بقى ان هو ياخد الكالسيوم ده عن طريق ايه؟ اما بناكل جبن، نشرب لبن وزبد وبيض يا سنة تالتة، ده بيبقى فيه عنصر غذائي اسمه الكالسيوم. اول لما باكل الاكل ده بيبدأ الجسم يمتص منه الكالسيوم ويوديها للعظام. طيب السكريات دي بتدي الطاقة للجسم. لما باكل حلوى يا سنة تالتة يبدأ الجسم يمتص منها السكريات فيها ويوزعها جميع اجزاء الجسم عشان يبدأ يديني ايه؟ طاقة. الخضروات والفواكه بيمتص منها ايه؟ الفيتامينات، عنصر غذائي بتاعه الفيتامينات. يبدأ بقى يمتص الفيتامينات ويوزعها لجميع اجزاء الجسم عشان يقدر ان هو الجسم ايه؟ يكمل النشاط بتاعه. اللحوم قلنا بروتينات. اللحوم دي سواء بقى ايه؟ اسماك، دجاج، لحوم عادية، دي كلها بروتينات. والحلوى سكريات. الخبز والمكرونة والأرز نشويات. يبقى كده الهرم الغذائي، الصورة اللي قدامنا دي اسمها هرم غذائي، بيبدأ من القاعدة للقمة. أول حاجة في القاعدة عندي قلنا الخبز، بعد كده فواكه وخضروات، بعد كده لحوم وأسماك، بعد كده ألبان وبيض، بعد كده ايه؟ قمة الهرم الحلوى اللي هي السكريات.